السلام عليكم، ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في ناس كتير بتعاني ان الخدود عندها بتبقى رفيعة ومش مرفوعة، وكمان وشها بيبقى معضم وخاسس. عايزة كمان وهي عايزة يعني يكون عندها خدود. تعمل ايه بقى؟ هنعمل مع بعض النهاردة ماسك سريع جدا لعلاج نحافة الوجه، وكمان هيسمن الخدود، وكمان الماسك بتاعنا ده طبيعي وهيشد الوجه بتاعنا. أول حاجة نسمي بسم الله ونبدأ نجيب بول أو طبق معانا كده، وكمان المكون بتاعنا ده خميرة فورية. زي ما انتوا شايفين كده هنفضي باكت الخميرة كله، أو ناخد منه معلقة كده نجرب. تمام، الخميرة دي طبعا فيتامين طبيعي، وطبعا بنحطه على المعجنات، مفيش أي ضرر منه. ننزل بباكت الخميرة اللي معانا، وننزل كمان بمكون معانا معلقة لبن اللي هو السايل بتاعنا الحليب العادي. نقلبهم مع بعض ميكس مع بعض كده. ولو مفيش لبن متوفر ممكن زبادي، معلقة زبادي، ولو مفيش زبادي ممكن لبن بودرة. ونعجنهم بمية ورد، ونقلب كويس جدا من فوق لتحت. وكمان هنضيف مكون معانا اللي هو الليمون طبعا معروف ان هو فيتامين سي، واللي عنده حساسية ممكن يستغنى عن خطوة الليمون دي. طبعا اول ما ننزل بعصرة الليمونة دي، نقطتين الليمون، اللي الخليط بتاعنا هيتقل كده، نخففه برضو يا بالحليب بتاعنا يا بمية الورد. ماسك فعال جدا يا جماعة وسريع وحلو أوي للخدود. وطريقة استخدامه سهلة جدا، هنستخدمه مرتين في الأسبوع. وبعد كده لمدة من 20 دقيقة ل25 دقيقة، وبعد كده بتشطب بمية عادي. ونرطب بشرتنا زي ما بتحبوا ترطبوها بالكريم اللي ينفع بشرتكم يعني. وطبعا ده تنفع لجميع انواع البشرة، ما بتعملش اي حاجة. ده ماسك طبيعي زي ما قلت لكم، مفيش اي حاجة منه ولا اي ضرر ممكن تشوفوه. هنحطه بقى على بشرتنا بحركة دائرية كده زي ما انتم شايفين في الفيديو، من تحت لفوق، ونسيبوه على بشرتنا من 20 دقيقة ل25 دقيقة، وبعد كده بتشطف بالمية عادي ونرطب بشرتنا. تمام. وفي كمان تمرين هيتعمل لبشرتنا، ان احنا نقفل ايدينا كده وعلى خدنا، ونطلع من تحت لفوق، من تحت لفوق. تمام، مش عايزين اكتر من كده. هنعمل التمرين ده بايدينا من 10 مرات ل15 مرة، وهتشوفوا الفرق. ولو شايفين اللي انتوا استفدتوا ممكن تدعموني باللايك.